السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد من ايام البسيطة، ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا بديت وياكم اول ما نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نقول بسم الله ونبدي وياكم الفيديو. بديت من الغداء. طبعا اليوم قلت اشارككم الغداء. انا مسويته وياكم قبل المرق التشريب الابيض مال الدجاج، يعني تعرفوني بعد ما سلقت الدجاج وخليت عليه طماطاية وفلفلاية وبصل انهم بصرة وماجي وكاري وزيت وها هي. وبعدين وعليكم بألف عافية. هسه بلشت بالعشاء. جبت لكم وصفة همبرجر تجنن 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 حرفيا. جربوها راح تدمنوها وتدعولي. هنا نحتاج نص كيلو لحم. نحتاج لنص كيلو لحم تقريبا صمونة ونص. وهنا عندنا المكون السري اللي هو راس بصل. راس البصل راح يخلي لك الهمبرجر في شي نكهة خرافية، ويا شوية ثوم مهروس، ملح وفلفل أسود أو 7 بهار إذا تردين خلي. قسمت اللحم إلى قسمين. قسم ثرمت وياه البصل والثوم والبهارات، وقسم الثاني ما ثرمته من اللحم. ليش يا بنات؟ هسه أقول لكم ليش. أخذت قسم من اللحم وخليت عليه راس بصل وثوم وبهارات وهرسته بمحضرة الطعام ثرمته، والنص الباقي من اللحم ما ثرمته. ليش؟ حتى أول شي إحنا ما نريد نفقد طعم الهمبرجر، فنريد شوية اللحم يصير خشن وشوية ناعم. الناعم ليش؟ حتى يلزم الهمبرجرة، يعني من عندك من تجي تقليها بالطاوة ما تفتح، ماشي عيني. فجبنا وطحنا الصمونات قلت لكم. فجبت اللحم وعجنته ويا الصمون وسوينا كور هيك مثل ما شفتوا. وهسه راح اشوفكم هاي الطريقة للي ما عندهم قالب همبرجر. راح اعيد لكم يعني الهمبرجر. نحتاج الهمبرجر راس بصل صغير، نص كيلو لحم نحتاج راس بصل صغير صمونة ونص، فد 4 فصوص ثوم، فلفل اسود، 7 بهار اللي متوفر عندكم. ناخذ قسم من اللحم ونخلي عليه البصل والثوم والبهارات ونهرسهم نطحنهم محضرة الطعام. نص من اللحم ونص الثاني نعوفه ونطحن البقسمات وبعدين نعجنهن سوية كلهن. ليش سوينا هالخطوة؟ قلت لكم اريد الهمبرجر يلزم روحه، فسويت اللحم نص ناعم ونص مثروم. هم نريد يلزم وهم نريد نحس بطعم اللحم بالهمبرجر، فسوينا الهمبرجر نص مثروم خشن ونص مثروم ناعم. ايه بنات شفتوني طريقتي بالهمبرجر. اللي ما عندها قالب هاي طريقة جبت لكم شلون تطلع الهمبرجراية قالب واحد ونفس الحجم ونفس المستوى. راح تقولوا لي الهمبرجراية مالتش خفيفة. ليش خفيفة؟ هسه أنا أقول لكم ليش. بنات أني ولدي وعائلتي ما ياكلون الصمون الكهربائي بالهمبرجر، يعني الصمون المدور ما ياكلونه إلا بالصمون الحجري. حالة نادرة طبعا، حالة غريبة صحيح، يعني هو الهمبرجر المعروف بالصمون المدورة، بس هم ما ياكلونه إلا بالصمون الحجري. فأنا شو أسوي الهمبرجراية خفيفة حتى أخلي 2 بالصمون، لأن الصمونة طويلة أخلي بها 2. بعد أنتو إذا عندكم صمون دائري، إذا تاكلونه بصمون دائري سووها الهمبرجراية متينة، وكله بعد هو حسب الرغبة. وهاي سويت اللفة لعيونكم، شفتوها شلون تجنن. والله العظيم يا بنات الهمبرجر خرافي ما أحكي لكم عنه. امشوا على هاي الخطوات وما راح تندمون. وهنا أنا أكيد مع الهمبرجر هو مو صحي، صحيح مو صحي البيبسي، بس ما ياكلون إلا همبرجر. شو أسوي؟ وهذا عشانه كان وسهمنا وسهمكم ألف عافية. شوفوا لي لفة شلونها هاي لعيونكم متابعيني، لعيونكم صار ما أقولكم شنو طعمه. وهنا قعدنا وسويت لهم، قعدت أسوي ملفات. شوفوا بنات قلت لكم يعني هذا يعني ولدي ما ياكلون الصمون المدور، فلهالسبب أسوي الهمبرجراية خفيفة. انتو سووها ثخينة حتى تاكلوها.
وبعد يوم طويل وتعب وشاق، يوم شاق، وهسه قعدت ويا نفسي، خلصت الملابس، خلصت البيت، خلصت العشاء. هسه من حقي، مو من حقي ارتاح شوية؟ بهالوقت احب اشكر كل ام وكل اخت وكل بنوتة دخلت قناتي وسوت لي مشاركة ودعمت قناتي ولو بتعليق حلو ولايك بسيط. واشكر كل من دعت لي دعوة حلوة. هذا يدل على طيبة قلبكم وطيبة أصلكم حبايب قلب. رب لا يحرمني منكم، كل من موجود بقناتي من العراق ومن خارج العراق. ربي يحفظكم أخوات وسند إلي، وأني بيكم إن شاء الله، بحيل الله بيكم أكبر، وقناتي بحيل الله توفيق الله وبيكم تكبر. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم على خير، باي باي.